الكل شاف زيارة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر إلى جمهورية السودان الشقيقة واحتفالهم بزيارتها. وإخواننا السودانيين ما هي بغريبة عليهم هذا الاستقبال وهذه الحفاوة، وكلمات صاحبة السمو لإخواننا في السودان أيضا ما هي بغريبة عليها جعل عمرها طويل. وألقت كلمة صاحبة السمو لشعب السودان وقالت لهم أن هذه المشاريع اللي تم افتتاحها وتعدهم أيضا في مشاريع مستقبلية عما قريب تخدم إخواننا. والكل فرح بهذه الكلمات الجميلة من شعب قطر وشعب السودان والشعوب العربية الطاهرة النظيفة اللي تحب الخير لإخوانها العرب. وبفرحة إخواننا السودانيين بزيارة صاحبة السمو لهم خذوها بزيارة للأهرامات في السودان. ما في مشكلة صح؟ زين أنا بفهم المذيع الفاشل عزمي مجاهد في قناة العاصمة في مصر تطلع وتنتقد هذا الشيء وتتكلم بهالسلبية وبقهر ليش؟ وتتكلم على اخوانك وجيرانك في السودان وانهم حاطين علبتين جبن انها اهرامات ومش عارف ايش، والاهرامات اللي عندك قبل 7000 سنه. يا غبي. ويقول لنا زيارتها هذه مؤامره. مؤامره يخرب بيتك، والله انك حقود، والله شر البليه ما يضحك. لكن انا بعلمك يا غبي الحين. تعودنا في قطر من راس الهرم صاحب السمو الشيخ تميم وسمو الامير الوالد وصاحبه السمو الشيخه موزه وكل اخوان سمو الامير الله يطول في عمره، وحتى شعب قطر ما ننسى اخواننا في العروبه، لكن بشرط ان نودي ونسوي ونفعل مشاريع حيويه بس مو باللي بيقون شعبهم. يعني عشان توصلك المعلومه بالمصري، مش اللي بيسرقوا شعوبهم. الفلوس هذه مش تروح حق السيسي في بطن السيسي ومخابراته ووزاراه وانتم اشكالك. وخلي يكون في علمك، انا ما اقول قالوا لا، زرنا، انا نفسي طلعت مع جمعيه قطر الخيريه ومؤسسه رافع الخيريه، ورحنا لموريتانيا وللسودان ولبنغلاديش وللهند، وشفنا مشاريع كبيره وجباره من مستشفيات وملاجئ ايتام، سواء من تبرعات الشعب او من تبرعات سمو الامير وسمو الامير الوالد وسمو الشيخه موزه وسمو الشيخ جاسم وسعاده الشيخ جوعان بن حمد. يعني مشاريع نراها على ارض الواقع في كل هذه الدول العربيه والاسيويه. طيب انا بسالك سؤال، التبرعات اللي كانت حق مصر في السنوات اللي راحت من كل دول الخليج ايش سوت حق مصر؟ ها؟ عندك جواب؟ طيب بعد ابغى اسالك سؤال ثاني، انت تقول الاهرامات لها 7000 سنه. حلو، 7000 سنه من ايام الفراعنه. طيب بعد الاهرامات ايش سويت؟ ايش انجزت في بلدك؟ عطني شيء انت سويته من انجاز باسم مصر وحق شعب مصر، سويته بس فقر وديتوهم وجوع. لا لا لا، في انجاز. تعال، صحيح السيسي ارسل عساكر مصريين يقاتلون بصف بشار ويقتلون الشعب السوري. يا حثاله، عرفت انجازك؟ انجازك دماء الاطفال والايتام والارامل في سوريا. يا قذر، انت ويا السيسي وشرذمتكم القذره اللي معاكم. وبعدين يا غبي، ابغى اقول لك شيء، ترى قطر اللي سوته مش بس برا، حتى حق شعبها ما خلت لا ارمله ولا يتيم ولا مطلقه ولا مسجون ولا كبير في السن ولا حتى معاق ولا كلهم. كل الناس اهتمت فينا ودلعتنا وراحت تدلع اخواننا العرب، مو تقهر. رواتب للمطلقات وللارامل واللي عنده مشكله له هو والاولاد اللي عاطل عن العمل، للزوج وللزوجه وللابناء والبنات. عرفت؟ شوفوا الغباء والشركيه. يقول لهم لا عندنا رمسيس جديد وقوموه من نومه، يعني قصدك رديت فيه الروح؟ هذا شرك يا غبي. بعدين ابغى اسالك، هذا رمسيس اللي لقيتوه بتاعكم ليش وديتوه في موكب من القوات المسلحه والجيوش والدنيا؟ ما في امان صح؟ اذا كنتم لستم امنين مع شعوبكم، مع شعبك انت مش امن، كيف تتكلم؟ والله العظيم اللي مثلك يستحي يحط لسانه في لهاته ويسكر حلقه. اي حقير، الصرف الصحي في مصر اقدم من قطر. يا غبي، تقدر توصل انجازات قطر؟ بس بسالك سؤال والله، انجازات على الصعيد المحلي وعلى الصعيد العالمي، اسم قطر الكل يعرفه والكل يهتف به. انت ايش عندك؟ شعب مصر ساكن في المقابر. كل يوم نفخر بانجاز جديد ونفرح وبفضل من الله عز وجل، وسنبقى في المقدمه، وانت خليك عايش على قبل 7000 سنه. يا اخي عيب عليك، 7000 سنه لا انت ولا ابوك ولا جدك ولا طوائفك بنوها، يعني من ايام الفراعنه قاعد تهتف بشيء ما هو بلك ولا يمت لك بصله. يا غبي، طلعتوني قبل في تلفزيون مصر وثبتوني، طلعتوا سناباتي وقطعتوا فيها وحرفتوا. هذا بنزله في اليوتيوب بعد عشان يكون توثيق للكلام كامل. يا غبي، ولا يهمني، طلع مره ثانيه. انا ابغي منك شيء بس يا غبي، مره ثانيه، انا ما راح اسميك الا غبي. يا غبي، وجه سؤالك للسيسي، قول له وين الاموال والتبرعات الخليجيه وين راحت؟ بعدين تعال يا اخي، الحضاره المصريه ترى قديمه بعد ومن الاف السنين وموجوده وباعتراف من مصريين من عندك.
تدري ولا ما تدري؟ نعم حضارة عريقة في السودان، لكن ما قالوا احنا واحنا سووا مثلك. جالس تنقل لي رمسيس من متحف لمتحف وتوديه بمواكب وتجيبه، مالك عليكم. بعدين يا حثالة لما تقول اسم صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر وقف على رجلك، فهمت؟ يا غبي، يا وجه الدعلج. هذه أنجبت لنا رجال نفخر بهم في قطر ونعتز ونرفع روسنا وأكرمونا، جعل ربي يطول في عمره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد، وعزونا وأكرمونا الله يكرمهم، سواء في أوروبا ولا في الشرق الأوسط ولا حتى في آسيا. نعم، وخلوا الكل يتمنى أنه يكون قطري، فهمت يا حثالة؟ لكن معروف في المثل: إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمردا. يا لئيم أنت والسيسي